السلام عليكم خوتي خوتاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساوش الصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ومن خلال هذا الفيديو غادي نشارك معكم اخر اخبار المحترفين والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافة راهي عندي اخبار بغاية الاهمية. وبدون إطالة ندخل في صلب الموضوع. لازم نبدأ بمنتخب المغرب، الفريق اللي دار إنجاز تاريخي في مونديال 2022 ووصل إلى نصف النهائي. وبوجود لاعبين كبار كما أشرف حكيمي وحكيم زياش، المغرب يقدر يعاود يفاجئ العالم. وعلى بالي بزاف ناس راهي تقول هذه المرة يقدروا يوصلوا حتى للافينال. والمنتخب الثاني اللي هو منتخب السنغال اللي راه دايما قوي، خصوصا مع نجمهم ساديو ماني. الفريق هذا عنده خبرة كبيرة وعنده روح قتالية كبيرة، وإذا يكونوا كامل في فورمة واحدة يقدروا يديروا مشوار كروي كبير. والمنتخب الثالث اللي هو منتخب نيجيريا، معروف بالمواهب تاعو وكل مرة يخرج لاعبين صغار يخوفوا، اللي عندهم السرعة المهارة وهجوم قوي. بصح المشاكل ديما في الاستقرار. ورابع منتخب واللي هو الجزائري، وبقيادة نجوم كيما رياض محرز. الجزائر عندها فرصة ترجع بقوة، وخاصة بعد خيبات الإقصاء السابقة. والشعب كامل راهو حاب يشوف الخضر يديروا حاجة كبيرة هذه المرة. والمنتخب الخامس واللي هو منتخب مصر، اللي مازال عنده واحد من أفضل اللاعبين في العالم واللي هو محمد صلاح. وإذا يكون عنده دعم مليح من الفريق، مصر تقدر تكون مفاجأة كبيرة. والمنتخب السادس واللي هو المنتخب الكاميروني، فريق عنده تاريخ كبير في المونديال ودائما يلعبوا بلا خوف ويقدروا يطيحوا بأي منتخب كبير. والمنتخب السابع اللي هو الكوت ديفوار، اللي رجع بقوة في السنوات الأخيرة وعندهم جيل شاب مليح وممكن يديروا مفاجأة كبيرة إذا انسجموا مليح. والمنتخب الثامن واللي هو تونس، اللي دايما حاضر في المونديال، الفريق منظم بزاف ويعرف كيفاش يلعب ضد الكبار وشفناها من قبل. والمنتخب التاسع واللي هو غانا، عنده تاريخ قوي وخاصة في مونديال 2010. الفريق رجع تدريجيا وممكن يدير مفاجأة ما. والمنتخب العاشر منتخب مالي، من المنتخبات الصاعدة، عندهم لاعبين شباب بزاف وإذا تأهلوا يقدروا يكونوا الحصان الأسود. ومونديال 2026 ممكن يكون تاريخي لإفريقيا، ومع زيادة عدد المنتخبات الفرصة ولات كبيرة باش نشوفوا منتخب إفريقي يوصل بعيد بزاف، وعلاش لا حتى يفوز بالكاس. ومن نهار جا المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الخضر والناس كامل كانت متقسمة. كاين اللي قال هذا مدرب وعنده خبرة كبيرة، وكاين اللي شاف بلي الاختيار ما راهش في المستوى. أول حاجة دارها المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، وهي بدأ يخدم على إعادة بناء المنتخب الوطني الجزائري بعد فترة صعيبة، وخاصة بعد الخروج المخيب في كأس إفريقيا. الفريق كان لازم عليه يتبدل في بزاف حاجات، سواء في اللاعبين ولا في العقلية. وهذا الشيء جاب وجوه جديدة وأعطى الفرصة للشباب تاعنا. وهذا الشيء كان واضح بلي راهو يحضر للمستقبل ومشي غير نتائج سريعة وصاي. بيتكوفيتش بدا يدخل لاعبين صغار ما كانوش ياخذوا فرصة من قبل، وهذه خطوة مليحة. بصح راه فيها ريسك بزاف، لأنه الضغط في الجزائر كبير بزاف والجمهور الجزائري ما يصبرش على النتائج هذو. بصح إذا نجحوا هذو الشباب نقدر نشوفوا جيل قوي كيما الجيل تاع 2014. ومن الحوايج اللي لاحظوها الناس بلي بيتكوفيتش حاول يبدل طريقة اللعب وما بقاش يعتمد غير على المهارات الفردية كما قبل، ولا يحب التنظيم والضغط واللعب الجماعي. بصح لحد الآن الفريق مازال موصلش للانسجام الكامل، وهذا الشيء عادي لأنه راه مشروع مازال جديد. وأصعب حاجة لأي مدرب في الجزائر وهي كيفاش يتعامل مع نجوم كبار كما الدولي رياض محرز. بيتكوفيتش حاول يدير توازن، هذا الشيء مهم بزاف باش الفريق يكون متوازن وما يعتمدش على لاعب واحد فقط. النتائج كانت متوسطة وكاين مباريات مليحة تبين بلي الفريق راهو يتحسن، وكاين لي ماتش يبان فيها بلي راه مازال الخدمة طويلة. ويعني ما نقدرش نحكموا عليه ديريكت لأنه المشروع راه مازال في البداية. وبيتكوفيتش مدرب عنده تجربة كبيرة وخاصة مع منتخب سويسرا، ويعرف كيفاش يلعب ضد المنتخبات الكبيرة وعنده عقلية تكتيكية مليحة. وإذا عطاوه الوقت الكافي ممكن يبني فريق قوي بالبزاف.
وما نكذبوش على روحنا، الجمهور الجزائري صعيب، وأي تعثر تلقى الانتقادات تطيح عليه من كل جهة. وهذا ممكن يكون أكبر تحدي للناخب الوطني بيتكوفيتش، والصبر تاع الناس. وبيتكوفيتش راهو في بداية مشروع مع المنتخب الوطني الجزائري، وأكبر تحدي لبيتكوفيتش الصبر تاع الناس. بيتكوفيتش راهو يدير في بداية المشروع مع المنتخب الوطني الجزائري، وكاين إشارات إيجابية، بصح مازال بزاف الخدمة. وإذا الأمور مشات مليح نقدر نشوفوا منتخب قوي في السنوات الجاية، وإذا لا راح نرجعوا لنفس الدوامة. وفي الأيام الأخيرة خرج خبر ذا ضجة كبيرة في القارة الإفريقية. الحكومة تاع السنغال طالبت رسميا بفتح تحقيق دولي في شبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. والقصة بدأت كي خرجت تقارير وشكوك حول تسيير بعض الملفات داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وخاصة فيما يخص الأموال والصفقات وتنظيم المنافسات. الحكومة السنغالية ما سكتتش، وقررت تطالب بتحقيق دولي باش تكتشف الحقيقة. وهذا قرار قوي، لأنه يعني باللي راه كاين بزاف حاجات كبيرة ما راهيش واضحة. وكي دولة تطلب تحقيق دولي، هذا يعني بلي القضية ممكن تكون أكبر من مجرد أخطاء داخلية. السنغال حابة يكون التحقيق شفاف وما يكونش فيه أي تلاعب، وخاصة وأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمثل القارة كاملة وماشي دولة واحدة فقط. وكاين كلام بزاف على تسيير الأموال داخل الاتحاد وصفقات مشبوهة وقرارات تنظيمية ما كانت واضحة، واحتمال وجود محبات لبعض الأطراف. وهذا الأمور إذا تكون صحيحة راح تضرب في مصداقية الكرة الإفريقية كاملة. والخبر انتشر بسرعة ولا حديث الساعة في إفريقيا، وكاين اللي دعم قرار السنغال ويقول لازم تنظيف الكرة الإفريقية، وكاين اللي يشوف بأن القضية ممكن تكون فيها حسابات سياسية ولا لما لا صراعات داخلية. وبصح هذا الشيء المؤكد القضية كبيرة وما راهيش عادية. وإذا يثبت الفساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم راح تكون عندها نتائج خطيرة، واللي هي فقدان الثقة في المنافسات ومشاكل في التنظيم وتأثر صورة إفريقيا عالميا، وربما تغييرات كبيرة في القيادة. وكاين عدة سيناريوهات، ومنها فتح تحقيق رسمي دولي وإيقاف مسؤولين كبار وإعادة هيكلة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أو حتى غلق الملف إذا ما يثبت حتى شيء. وكل شيء راح يبان في الأيام الجاية، والقضية هذه ممكن تكون نقطة تحول في تاريخ الكرة الإفريقية، إما تنظيف شامل وعودة الثقة، أو فضيحة جديدة تزيد تعقيد من الأمور. وهذا الموسم الجماهير الجزائرية عندها موعد مع حدث كبير. 9 لاعبين دوليين مع المنتخب الوطني الجزائري راح يشاركوا في دور المجموعات تاع الدوري الأوروبي، وهذا رقم مليح بزاف، ويبين بلي اللاعبين راهم حاضرين بقوة في الساحة الأوروبية. وفي السنوات الأخيرة شفنا بزاف لاعبين جزائريين راهم يلعبوا في أندية أوروبية كبيرة، وهذا خلاهم يشاركوا في منافسات قوية كما الدوري الأوروبي. وهذا 9 لاعبين يمثلون في فرق مختلفة، وكل واحد فيهم عنده دور مهم في الفريق نتاعو. والمشاركة في الدوري الأوروبي ما هيش حاجة بالسهل، مستوى عالي بزاف، مباريات قوية ضد أندية جد كبيرة، ضغط كبير وتجربة احترافية. وهذا كامل يفيد المنتخب الوطني الجزائري، لأن اللاعبين راح يكتسبوا خبرة كبيرة. وكل لاعب الجزائري يلعب ضد فرق قوية في أوروبا مستواه يطلع تلقائيا، وهذا راح يبان كي يرجعوا للمنتخب الوطني الجزائري، وخاصة في المنافسات الكبيرة كما كأس إفريقيا ولا تصفية المونديال. ووجود 9 لاعبين في دور المجموعات تاع الدوري الأوروبي هو دليل بأن الكرة الجزائرية راهي في تطور ملحوظ، وزمان ما كناش نشوفوا هذا العدد الكبير في نفس المنافسة. اليوم ولات الجزائر عندها وزن في أوروبا، بصح ماشي بالسهل. اللاعبين راهم قدام تحدي كبير، ويفرضوا رواحهم في التشكيلة الأساسية ويقدموا مستويات عالية ويساعدوا الفرق تاعهم باش يوصلوا بعيد، لأن المنافسة راهي كبيرة بزاف. والسؤال اللي كامل نطرحوه، هل واحد من هذا اللاعبين يقدر يربح الدوري الأوروبي؟ وإذا صرات راح تكون حاجة كبيرة للكرة الجزائرية. وفي الأخير نشوفوا بوجود 6 لاعبين من المنتخب الوطني في الدوري الأوروبي ما راهيش غير رقم، بل رسالة واضحة للعالم
بل اللاعب الجزائري راهو يتطور وراهو يتألق وراه قريب يفرض روحه في أكبر من المنافسات الأوروبية. بصح يبقى السؤال، شكون فيهم راح يفاجئنا هذا الموسم، وشكون يقدر يوصل لبعيد ويمكن حتى يرفع الكاس؟ وقولوا لي رايكم في الكومنتار، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. وشوفكم في جديد من الفيديوهات الرياضية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.